السلام عليكم، انا انس خالد وحابب نقطه بعنوان افضل 10 افلام مصريه في 2023. ومبدئيا قبل ما نبدا في الحلقه في كام نقطه بس حابب ان انا اوضحها. السنه دي نزل 43 فيلم وده شيء ايجابي جدا صراحه، وانا مبسوط جدا بالرقم ده لان غالبا ده ضعف الرقم السنه اللي فاتت. و43 فيلم ده اول مره تحصل من 10 سنين، اخر مره كان في 43 فيلم او اكتر كان من 10 سنين، فدي حاجه حلوه جدا واتمنى السنه الجايه يكون اكتر من 50 واكتر من 60 واضعاف الرقم ده. دي حاجه جميله، بس اللي بالنسبه لي وحش في الموضوع ان مفيش تنوع. يعني 43 انت غالبا هتلاقي منهم 37 او اكتر من 35 فيلم كوميدي. خلاص يا جماعه، يعني كنت اتمنى ان يبقوا 10 كوميدي، 10 دراما، 10 رعب بدل فيلم او فيلمين تقريبا، 10 اكشن وهكذا. والنقطه الثانيه هي ان انا ما شفتش 43 فيلم كلهم، ففي افلام ممكن تكون كانت تستاهل تبقى موجوده في القائمه دي مش هتبقى موجوده، مش بسبب ان هي وحشه، بسبب ان انا ما شفتهاش. ومن ابرز الافلام اللي انا شايف كان ممكن يبقى ليها مركز وانا ما اتفرجتش عليها وهو فيلم فوي فوي فوي، ابو نسب وشماريخ وخمس جولات. وطبعا زي كل حلقه دي القائمه من رايي انا الشخصي، وارد تتفق وارد تختلف فيها. ومن غير ما نطول في المقدمه نروح للمركز العاشر على طول. في المركز العاشر فيلم رهبه ورا مصنع الكراسي، واللي بيحكي عن شخصيه سيد رهبه اللي بيعيش في واحد من الاحياء الشعبيه وبيفرض عليه قوته وسيطرته من خلال ذكائه وشجاعته، ولكن بيجي في وقت ما بيحصل له حادث بيغير كل شيء. مبدئيا انا اتفرجت على الفيلم ما كنتش متوقع خالص ان هو يخش القائمه دي، كنت متوقع ان هو ممكن يكون فيلم اقصى شيء عادي. لقيته في الفيلم لا يا جماعه، الفيلم مش مجرد فيلم عادي خلاص، الفيلم مش مجرد وحاسس ان هو عمال فيلم مظلوم، لا حرفيا فيلم اعلاميا مظلوم، فيلم كوميديا من افضل افلام الكوميديا السنه دي. احمد الفيشاوي عامل فيلم حلو جدا، فيلم يستاهل المشاهده ويستحق يبقى موجود معانا في القائمه دي. فحقيقه انا شخصيا استمتعت بيه، القصه كانت كويسه، قدم بشكل حلو، كعمل كوميدي كان رائع جدا صراحه، من اكتر الاعمال الكوميديه اللي عجبتني السنه دي. حقيقي فيلم حلو جدا ويستاهل المشاهده. ونروح للمركز التاسع. المركز التاسع فيلم المطاريد، بيحكي عن شخصيه صلاح اللي بيرجع من امريكا عشان خاطر يشوف الورث بتاع والده اللي توفى، وبيلاقي ان من ضمن الورث كرة قدم، وبيمر بالعديد من المواقف الغير متوقعه. من افضل افلام احمد حاتم، حقيقي فعلا فيلم حلو جدا يستاهل المشاهده. الكوميديا اتقدمت فيه بشكل كويس، الدراما كان فيه مشاهد دراميه حلوه جدا. فيلم مش افضل حاجه وكان ممكن يجي منه احسن من كده، بس اللي اتقدم حلو جدا صراحه، اللي اتقدم يخليه ان هو بكل ثقه بالنسبه لي من افضل 10 افلام في 2023. ونروح للمركز الثامن. اول بطوله ليه الرائع اكرم حسني مع اول بطوله ليه بفيلم العميل صفر. اول بطوله ليه، ثالث انجح فيلم في السينما المصريه ان لم تخن الذاكره، اكتر من 40 مليون ايرادات، غالبا دخل قائمه اكتر 15 فيلم جمع في تاريخ السينما. سيبك من النجاح التجاري، فيلم على المستوى الكوميدي رائع، رائع بمعنى كلمه. هيفكرك بافلام بدايه الالفيه اللي هي فاهم العقد اللي من 2000 ل 2010. نوعيه الكوميديا اللي موجوده فيه فعلا الواحد مفتقدها، بقاله كتير ما شافش كوميديا الموقف دي كتير. اداؤه جميل جدا، من احلى الاداءات في السنه كلها، فصراحه بكل ثقه كان يستاهل يخش القائمه دي ويستحق المرتبه دي صراحه عن جداره. فيلم حلو جدا، الكوميديا اتقدمت فيه بشكل رائع، اداء حلو جدا من اكرم حسني، فحقيقي هو فيلم حلو جدا وممتع ويستحق انك تتفرج عليه. نروح للمركز السابع. فيلم مستر اكس، اللي بيحكي عن شخصيه اكس اللي مر بعقده نفسيه زمان بتخليه يشكل منظمه سريه بتخلي الرجاله تطلق، ولكن بيقابل بنت محاميه وبينشا بينهم قصه حب بيحاول ان هو يحميها من اي مخاطر. اي فعلا كنت داخل الفيلم ما كنتش متوقع الكوميديا اللي موجوده فيه. فيلم فيه كوميديا حلوه جدا، في اداء كويس من احمد فهمي، وفي اداء رائع من الكاست كله صراحه، عاملين الدور بطريقه جميله جدا. فيلم حتى على مستوى التجاري كان ناجح جدا، على مستوى الفني كان فيلم كويس، على مستوى الكوميديا كان فيلم رائع ومن افضل الافلام الكوميديه. وكل تاكيد كان لازم يبقى موجود معانا في القائمه دي. ونروح للمركز السادس. فيلم البطه الصفراء، واللي كان بالنسبه لي مفاجاه غير طبيعيه ومفاجاه محزنه ان الفيلم ده يخش قائمه اسوأ 10 افلام في 2023 من حيث الايرادات. انت متخيل؟ فيلم انا حاطه في المرتبه السادسه هنا اهو، وفي والناحيه الثانيه هو في المرتبه السابعه تقريبا او الثامنه كاقل افلام جمعت ايرادات. فيلم غالبا ما عداش ال 2 مليون، مليون وكسور. افضل افلام الكوميديه، ويعني كانت حاجات بسيطه في الفيلم كانت ظبطت، كان هيخش توب 5 يمكن التوب 3 كمان. فالفيلم بالقيمه الفنيه دي ما ينجحش تجاريا، دي حاجه تحزن صراحه. بتدور احداث الفيلم حول شخصيه احمد وفيق الباحث في علم النفس اللي بيضطر عشان خاطر يكمل البحث بتاعه ان هو يعاشر اشخاص جايين من السجن، وخلال الفتره دي بيتعرض لمواقف كتيره جدا بتاثر فيه وبتاثر على بحثه وعلى حياته كلها. من افضل الافلام الكوميديه اللي ممكن تشوفها ان لم يكن افضل فيلم كوميدي شفته السنه دي. حقيقي فعلا فيلم حلو جدا، الاداء كان جميل جدا، القصه اتقدمت بشكل حلو، الدراما في مشاهد دراميه كويسه جدا، في مشاهد كوميديه رائعه، فصراحة كان لازم موجود معانا في القائمة دي. ونروح للمركز الخامس.
العالمي ومن غيره افضل عمل في 2023 من حيث الايرادات، الاسطوره كريم عبد العزيز بفيلم بيت الروبي. فيلم قصته بتدور حول شخصيه ابراهيم الروبي المهندس اللي تتعرض مراته لموقف ازمه ضخمه في القاهره بتخليها ان هي تسيب المدن المزدحمه وتروح لمكان ما فيهوش ناس خالص، وبيقعد هناك لسنوات ولكنه بيرجع بسبب ان هو مضطر بسبب موقف حصل في القاهره، ولما بيرجع بيتعرض لمواقف كتير وبيرجع شبح الازمه القديمه يطارد مراته. مبدئيا الفيلم نوعا ما يستحقش مركز خامس، بس اديته المركز الخامس بسبب المعنى بتاع الفيلم، ويمكن من افضل الافلام اللي ليها معنى، او يمكن هو الفيلم الوحيد اللي معنى في القائمه دي. هو فيلم كمان لسه هتكلم عليه، او فيلمين، فانه ككوميديا لا، في كذا فيلم واخدين مراكز اقل منه كان كوميديا اكتر، بس الفيلم فيه كوميديا كويسه جدا، في اداء حلو جدا من كل القصه صراحه، وفي مشاهد دراميه رائعه، فحقيقي هو فيلم حلو جدا، مش من افضل افلام كريم عبد العزيز بس فيلم رائع ويستحق المرتبه دي. ونروح للمركز الرابع. مفاجاه السنه بالنسبه لي، واللي كان حرفيا نص التاني لو كان في كام نقطه بسيطه بس اتظبطت في السيناريو حرفيا كان هيبقى بالنسبه لي افضل فيلم في السنه. والممتع في الموضوع ان انا كنت داخل الفيلم ومش منتظر منه المرتبه دي، مش منتظر منه ان هو يخش القايمه اصلا، مش متوقع، ولقيته لا يا جماعه، انا لحد من قريب كنت عايز اديله المركز الثاني. حقيقي فعلا فيلم عظيم، وهو فيلم انا لحبيبي. اخيرا في افلام رومانسيه، وافلام رومانسيه كويسه جدا. يعني الاول ما كنتش لاقي افلام رومانسيه اصلا في السنه، غير يعني فاهم فيلم ومش اللي هو، والسنه اللي بعديها فيلم والسنه اللي بعديها ما فيش اصلا. مبسوط ان في افلام رومانسيه بدات ترجع، ومبسوط ان الفيلم حلو جدا. اي نعم في كام نقطه عايزه تظبط فيه في الاخر، لو كانت اتظبطت كان هيبقى عظمه. هي ما اتظبطتش، بس برضه حتى بعد ما هي ما اتظبطتش الفيلم في مرتبه رائعه. الفيلم ببساطه قصته بتدور حول حياه ليلى بتعيش قصه حب، بتقابل قصه الحب دي رفض من والدتها، بتتعرض لمواقف كتير من ضمنها فرحه، مواقف قسره بتاثر في حياتها كتير. عظيم عظيم عظيم، حقيقي فعلا استمتعت بكل دقيقه في الفيلم. الاداء رائع من الكل، الاخراج جميل، التصوير ولا اروع، الكادرات جميله جدا، القصه حلوه جدا، بس تحس السيناريو فيه شيء عايز يتظبط. في النص الثاني النهايه او بالبلدي التويست اللي في الموضوع، يا نهار ابيض تحفه، احلى تويست في السنه كلها، يمكن احلى تويست من سنتين ثلاثه كمان، بس ما تقدمش بافضل حاجه، ومع ذلك عظمه صراحه. فحقيقي فعلا فيلم عظيم، من افضل الافلام الرومانسيه اللي شفتها في حياتي كعمل المصري. حاجه كده رجعتني اللي هو ايه، لا يا جماعه احنا ممكن مش هننزل فيلم رومانسي يقارن بهيبتا، بس هيقرب منه، حاجه فوق الجمال الصراحه. ونروح للمركز الثالث. اخيرا 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 يا جماعه، محمد رمضان موجود معانا في القايمه دي. يعني تخيل كده انت بتعمل قائمه افضل افلام من كل سنه، ولا مره محمد رمضان دخله فيلم اصلا، او دخله فيلم في التوب 5 او التوب 3 في التوب 5 غير من 2014 على ما اعتقد بفيلم شد اجزاء. 10 سنين كاملين على ما محمد رمضان يقدم فيلم حلو فعلا، وهو الفيلم الرائع عزيرو، اللي قصته بتدور عن شخصيه حمزه الملقب بدراجون، اللي بيعاني ابنه المريض ويحتاج ان هو يعمل عمليه، ولكن حمزه ما بيملكش المال الكافي انه يعمل العمليه دي، ولكن بيبقى غني وبيملك البال لما بيخش في تجاره الاعضاء. افضل فيلم لمحمد رمضان بمنتهى البساطه، قصه جميله تقدم بشكل جميل، الاداء رائع حرفيا بدون مبالغه، اجمل اداء لمحمد رمضان في تاريخه، اعلى اداء لمحمد رمضان. في مشهد في نص الفيلم من غير ما احرق، انا ما شفتش محمد رمضان في الاداء ده غير مشهدين او ثلاثه في حياته كلها اصلا. تاخد اللي يحزن بقى او اللي يزعل فعلا افضل فيلم في تاريخ محمد رمضان بالنسبه لي اتضح ان هو اقل فيلم حقق ايرادات في تاريخ محمد رمضان. فافشل فيلم، فاسوأ فيلم لمحمد رمضان من حيث الايرادات هو نفس الفيلم اللي هو افضل فيلم في تاريخ محمد رمضان. معضله غريبه صراحه، وده اكبر نتيجه ان الايرادات مش مقياس خالص يا جماعه. فيلم عظيم، افضل فيلم في التاريخ، ممثل اهو، ويعتبر اقل فيلم حقق ايرادات في تاريخه. فحاجه تزعل صراحه، لان لما محمد رمضان يعمل اسوأ فيلم في تاريخه اللي هو هارلي، ويطلع ان هو اكتر فيلم حقق ايرادات في تاريخه، انت واخد بالك من اللي بيحصل؟ انت متخيل شخص عمل فيلم سيء جدا هو اكتر فيلم نجح في تاريخه، وعمل فيلم حلو جدا هو اقل فيلم نجح في تاريخه. انا كمنتج هنتج بعد كده الافلام زي هارلي، فانا مش عارف الناس بتخشها ازاي. يلا الحمد لله، اللي استفدنا من الموضوع ان الفيلم عظيم، فيلم فني رائع، قصه قديم بشكل كويس، فحقيقي فيلم عظيم يستحق المرتبه دي بالنسبه لي. ونروح للمركز الثاني. اجمل فيلم لكريم عبد العزيز ان لم يكن تاني اجمل فيلم مثلا.
وهو الفيلم الرائع شلبي، اللي بيحكي عن شخصيه صابر اللي بيشتغل في بيت الرعب في الملاهي، وبيحقق حلمه بان هو يكون دميه اسمها شلبي. وبيتعرض لمواقف كتيره جدا بسبب ان هو بيسعى ان يعمل عرض للدميه بتاعته، بيواجه مواقف كتير. فيلم جميل، فيلم جميل فعلا يا جماعه بمعنى الكلمه، ممتع، اداء جميل جدا من الكل، بالاخص حاتم صلاح. قصه حلوه جدا، النهايه جميله جدا، النص الاولاني كان موفق، النص الثاني كان حلو جدا ومش ممل. فحقيقي فعلا الفيلم على مستوى الريتم كان رائع، على مستوى القصه كان جميل، على مستوى المشاهد الدراميه كان ولا اروع، على مستوى حتى المشاهد الكوميديه كان في بعض المشاهد الكوميديه. فصراحه هو فيلم مفاجاه بالنسبه لي السنه دي، وان ياخد المرتبه دي ده شيء رائع. ونروح للمركز الاول. طيب قبل ما نروح للمركز الاول، في كام فيلم في القائمه الشرفيه لازم صراحه ان هم يتذكروا في الفيديو دوت، ما دخلوش القائمه بس على الاقل كان لازم موجودين في القائمه الشرفيه، وهم فيلم رمسيس باريس، ويوم 13، وتاج، والبعبع، و19 ب. وفي المركز الاول الفيلم الاسطوري، فيلم الرائع، اجمل فيلم مصر شفته في اخر 3 سنين، فيلم وش في وش. شفت احساس ايه؟ انا ما حسيتوش احساس مع اي فيلم من فتره كبيره جدا. انت متخيل ان الدقيقه 6 تقريبا او الدقيقه 7 انا وقفت كده وقلت الفيلم ده هو افضل فيلم في السنه. هو عدى 7 دقايق بس وقلت لا، الفيلم ده هيبقى افضل فيلم في السنه، ما اعتقدش ان هينزل فيلم فيما بعد افضل منه لحد ما السنه تخلص. وده اللي حصل. انت متخيل من 7 دقايق ولا 10 دقايق بس الفيلم اقنعني يا جماعه. الفيلم فعلا بدأ بدايه تحفه، هي اعلى حاجه فيه. 10 دقايق عظمه على العظمه يا جماعه. ايه الجمال ده؟ اخراج رائع، قصه رائعه، رتم جميل، اداء مميز، تصاعد احداث جميل جدا. فحقيقي فعلا فيلم عظيم. وفيلم ببساطه قصته بتدور ببساطه زوجين موجودين في شقه، العيلتين بيتجمعوا بالصدفه، وبتقوم مواقف ومشاكل كتير بين الاسرتين بسبب الاختلاف الثقافي والاجتماعي اللي بينهم. الفيلم في لوكيشن واحد، يعتبر اغلب الفيلم في مكان واحد لمده تقارب الساعتين. عظمه فعلا، لدرجه ان من اول كام دقيقه اقنعك لا انت بتتفرج على افضل فيلم في السنه. بعد ما خلصت الفيلم ما كملش بنفس البدايه اللي كان بادئ بيها، بس كمل بريتم برضو عظمه. من افضل الافلام اللي شفتها في اخر كام سنه، من افضل الاعمال المصريه اللي شفتها اصلا في الفتره الاخيره، اللي لم يكن من افضل الافلام اللي شفتها في اخر 10 سنين اصلا. حقيقي فعلا فيلم عظيم، يعني فعلا لحد المرتبه الثانيه الفرق بينه وبين الثالث قليل، الفرق بين الثالث والرابع قليل، لكن الفرق بالنسبه لي بين المركز الثاني والاول لا كبير. لا فعلا الفرق بين شلبي ووش في وش كبير. فيلم حقيقي فعلا عظيم، استمتعت بكل حاجه فيه. اي تفصيله في اي فيلم حقيقي استمتعت فيها. ده الموسيقى التصويريه لو كانت افضل شويه كان هيبقى حاجه كده متكامل. صراحه هو فعلا يستحق افضل فيلم في 2023. ايه بالنسبه لك افضل فيلم في 2023؟ وبس كده. لو عجبك الحلقه تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.